ممكن روح كاهنة مصرية قديمة تتنقل وتعيش جوه جسم بنت صغيرة لحد آخر يوم في حياتها. القصة دي حصلت بجد واسمها قصة دورثي إيدي. اشترك في القناة واضغط لايك وصلى على النبي علشان القصة الجاية يمكن تكون عنك. ويلا نبدأ الحكاية. سنة 1904 في لندن، بنت اسمها دورثي وقعت من على السلم وماتت. الدكتور أعلن وفاتها رسمياً، لكن بعدها بنص ساعة قامت لوحدها. بس المشكلة إنها ما كانتش فاكرة أهلها ولا بيتها ولا حتى حياتها. كانت بتسأل فين القصر؟ فين الجنينة؟ فين أهلي الحقيقيين؟ ومع الوقت بدأت تتكلم لغة غريبة، الهيروغليفية، وكانت بتعرف أسماء التماثيل في المتحف المصري من غير ما تقراها. قالت إن بيتها الحقيقي في معبد أبيدوس، وإنها كانت كاهنة مصرية اسمها بنت رع. والصدمة، كل الأماكن اللي قالت عليها لقوها فعلاً، حتى الأنفاق السرية تحت المعبد. العلماء اتجننوا. إزاي طفلة إنجليزية تعرف كل ده؟ هل دي تناسخ أرواح؟ ولا فعلاً روح كاهنة مصرية قديمة لبستها من وهي طفلة؟ قول لي أنت بقى، شايف دي صدفة؟ ولا فعلاً الروح بتتنقل بين الأجساد؟ اكتب رأيك في الكومنتات.